أعزائي المشاهدين، من داخل منارة الفكر والثقافة والمعرفة من داخل مكتبة الإسكندرية، أهلا بكم ومنارة الإسكندرية. أعزائي المشاهدين، نظم برنامج التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية ملتقى علمي لتبسيط العلوم بصفة عامة. شارك فيه مجموعة كبيرة جدا من الشباب. نحن نتحدث اليوم عن فكر جديد وعلم جديد يتم انتشاره على السوشيال ميديا والمنصات المختلفة لتبسيط العلوم وتشجيع أولادنا على أن يتلقوا العلوم بشكل مختلف وأن يصنعوا محتوى علمي فريد. تابعونا وهذه الحلقة من منارة الإسكندرية. او الستوري بورد اللي هو بيكتب المشاهد وزاويه الكاميرا وايه الاكشنز اللي هيتحط وايه الرياكشن بتاعه الى اخره. اما بقى المخرج او المونتير او بتاع المونتاج بيعمل حاجتين مهمين، اللي هو الساوند افكت والفي اف اكس او المؤثرات المرئيه. يدخل على مرحله الاخراج. في النهايه كل ده بيتلخص في حاجتين: لما انا بحول الساينتفك ريسيرش الحاجه الكومبلكس لساينس جورناليزم حاجه مبسطه، I should be very simple. لازم يكون بسيط جدا. لما اجي احوله من حاجتين، لا اما من البحث العلمي دايركتلي للساينس كوميونيكيشن، لازم اكون كرييتيف، اضيف حاجه جديده وخليني مبدع في ان انا اضيف صوره ذهنيه جديده وهكذا. فالساينس كوميونيكيشن ممكن اكونفيرت دايركتلي فروم ساينتفك ريسيرش، بس I must be creative. ولكن لو انا هحوله من الصحافه العلميه، اوريدي انا سيمبل و I made it simple او كلير او كونسايس، لكن لازم اضيف له شويه كرياتيفيتي او ابداع او مشاهد صوتيه تاتراكت الاودينس او الفيور ليا. ده الخلاصه في الصحافه العلميه بخبره 9 سنين، وشكرا جزيلا لحضرتك.